بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم. طيب أنا حابب إن أنا قبل ما أكتب أو قبل ما أبدأ في الكود بتاعي، أبدأ أفهم بس نظام الrouting في next بيبقى عامل إزاي. لو حضرتك كنت درست أو كتبت قبل كده كود بreact أو Vite أو أيًا يكن إيه هي الframework، فهتبقى فاهم أوي اللي أنا باقوله دلوقتي. الrouting الطبيعي اللي أنت كنت بتعمله، طبعًا إحنا ماشيين بنظام إن أنت تبدأ تحط الapp بتاعك داخل folder الsource نفسه، فعشان كده أنا باقول لك لو أنت بدأت تحط داخل الapp بتاعك فولدرات، كل folder بالنسبة له هيبدأ يفهمه إن هو router. على سبيل المثال، أنا هنا عندي page دي الmain page، عندي layout ده الstructure الأساسي بتاع الpage بتاعتي. لو أنا بقى جيت عملت هنا folder سميته على سبيل المثال، سميته مثلًا product بالشكل ده، products بالشكل ده، وقُلت داخل الproducts أنا عندي page بالشكل ده، tsx بالشكل ده، وقُلت مثلًا afc بالشكل ده عشان يطلع معايا الpage بتاعتي، وقُلت مثلًا إن دي صفحة الproducts. معلش بس هنخلّيها capital بالشكل ده، ونروح نشوف الpage بتاعتنا لو أنا رُحت على slash products بالشكل ده، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن هو يبدأ يفهم إن أنا عندي راوتر جديد اسمه product ويظهر بداخله الchild بتاعته أو الحاجات اللي حضرتك تبدأ تدخّلها داخل الreturn بتاعك. فأنا كده فهمت إيه؟ أنا كده فهمت إن أنا لو عايز أعمل راوتر، فالراوتر في next بمنتهى البساطة مجرد إن أنا أعمل folder أسمي الfolder ده الاسم اللي أنا عايز أروح من خلاله، وداخل الfolder ده أعمل الmain page بتاعته اللي هادخّل فيها الأكواد بتاعته، اللي هي هنا مثلًا. فيبقى أنا كده معايا إيه؟ معايا مثلًا هاعمل صفحتين، أنا مثلًا عندي products بداخلها الpage عشان يتكتب فيها الأكواد، عندي مثلًا راوتر تاني هاسمي folder أسميه blogs وهادخّل جواه الpages عشان أكتب فيه الأكواد بتاعته. طيب لو أنا جيت بصيت عندي كده، فأنا هيكون عندي مثلًا هنا في folder تاني على سبيل المثال داخل الapp سميته blogs بالشكل ده، وعملت بداخله page بالشكل ده، وقُلت إن أنا عندي AFC وقُلت إن أنا عندي بداخله blogs. لو أنا رُحت كده بصيت بسرعة ورُحت ناديت على الblogs على طول، هالاقي إن هو بدأ يظهر لي الdata اللي داخل folder الblogs أو الراوتر بتاع الblogs. فأنا كده لو أنا عندي 19 folder، 20 folder، مليون folder، تفتكر شكله هيبقى عامل إزاي داخل الآب؟ لو أنا عندي مثلًا فولدرات تخُص الauthentication، عندي فولدرات تخُص الdashboard، عندي فولدرات تخُص الmarketing، فهتلاقيهم تحس إن هم متكعبلين في بعض. وهنا بدأت تظهر حاجة جديدة أو concept جديد بيسموه هم حاجة اسمها الroute groups. الroute groups دي بيعملوا إيه؟ تبدأ تعمل folder عادي جدًا بس ما بين parentheses تدخّل مثلًا اسم ما، الاسم ده مش هيظهر خالص في الURL بتاعك. وتدخّل فيها الفولدرات اللي أنت عايز تدخّلها. على سبيل المثال أنا هاعمل folder هاسميه OS ده هيكون parentheses وده هيكون الroute group بتاعي، يعني ده الgroup اللي هيلِم فيه كل الراوترات بتاعة الauthentication. سميت مثلًا folder سميته قُلت إن هو اسمه register وداخله الpage اللي هيدخّل فيها الأكواد. سميت folder تاني اسمه الlogin هيدخّل فيها الpage اللي فيها كل الأكواد. وبرّه يا سيدي حُط الفولدرات اللي أنت عايز، أو ممكن تعمل نفس الفكرة اللي أنت تعمل router group اللي أنت تقول مثلًا زي الmarketing هادخّل فيها الproducts وهادخّل فيها الblogs. طب تعالَ نطبّق الفكرة. لو أنا جيت دلوقتي داخل الapp رُحت عامل parentheses بالشكل ده وقُلت قوس بالشكل ده، ورُحت مدخّل فيها مثلًا الregister folder بالشكل ده، وداخل الregister عملت page بالشكل ده أهو، بس خلّيها tsx. وقُلت إن هي بداخلها AFC أو RAFC بالشكل ده، وقُلت إن هي مثلًا دي الregister، وقُلت مثلًا هاعمل folder تاني بالمرّة أسميه login على طول، وقُلت مثلًا إن هو فيه الpage وهيكون فيه الRFC وأقول إن دي صفحة الlogin معايا. فمجرّد إن أنا أروح هنا على هاروح على إيه بقى، هل هاروح على host؟ لأ، هاروح على login على طول، هتبدأ تظهر معايا صفحة الlogin. أروح على register على طول، تبدأ تظهر معايا صفحة الregister. طيب فين القوس؟ يعني هل أنا كنت المفروض أعمل قبل الregister كده قوس بالشكل ده؟ لأ، هيقول لي يعني 404 أو not found، أو لو أنا مثلًا جيت حطيتها ما بين قوسين وقُلت مثلًا قوس، هيقول لي نفس النتيجة. طيب الgroup routing أو الroute groups دي فكرتها إن أنت تجمّع كل الفولدرات داخل folder واحد بس. فأنت لو مش عايز اسم الfolder اللي فوق ده يبان، فحُطّها ما بين parentheses ويبقى أنت كده طبّقت نظام الroute groups. أعتقد كده العملية بقت ناجحة وشكلها لذيذ. لإن حتى في الراوت هيبقى صعب جدًا إن الuser يدرك إن في قوس بعد كده register
ماركتينج، بعد كده مثلًا blogs، dashboard، بعد كده admin. فهتلاقي الموضوع صعب أوي، وطبعًا ده هيبوّظ الدنيا في السير شوية، فعشان كده عملوا نظام الroute groups. فأنت لو مسحت القوس كده هيبدأ إن هو يظهر لك على طول من خلال الregister بعد الdomain بتاعك.